اخويا الزملكاوي اللي معلق شريط المؤامره من امبارح، اول حاجه قلتها ان النادي الاهلي السبب في ان جوزي جوميز يمشي. تاني حاجه، من شهر فات كنت المدير الفني اللي كنت بتقول عليه ده افضل مدير فني في افريقيا. ده تاني حاجه، بتحس ان الباسبور بتاعه مكتوب فيه زملكاوي وتحس انه مصري حضرتك. دلوقتي طلع المدير الفني هو يعني الزمالك بيعمل اي مدير فني. طيب بالنسبه للنادي الاهلي اللي انت مدخله في الموضوع، يعني تقول ان هو السبب في ان جوميز يمشي، هل النادي الاهلي قال له روح امشي ما تقعدش في الفريق؟ ولا حضرتك اللي يعني المفروض انه كنت ضايف ضمانات كاداره، ضايف ضمانات للمدير الفني انه ما يمشيش في وقت ولا توقيت زي ده، ويديك علم قبلها عشان قبل ما يمشي. لكن دي كل دي اخطاء عندك في الاداره مش عندنا احنا. فانت تطلع تقول الكلام ده الله اعلم. زي ما الاداره برضو ضحكت عليك وقالت لك ان بوينزا ده البطاقه الدوليه معانا واحنا نحبسه وهناخد بدل ال 350 الف دولار دول هناخد فيها 2 مليون دولار. في الاخر خالص اللاعب اخذ البطاقه، طلع بطاقه ثانيه وبيلعب على الفريق بتاعه بيسجل هدف عادي وانت ما اخدتش اي حاجه. يا ترى بقى المره دي جوزيه جوميز